سر طراوة القرص بتاعة الأفران في معلقة واحدة بس. يشهد عليا ربنا، بدون عجن ومن غير ما تحطي ايدك وبدون عجان، وبتبقى العجينة بتاعتها شبيهة لعجينة الكيك اليابسة، وهتطلعي احلى قرص في حياتك ما طلعتيها قبل كده. تعالوا بقى نشوف عملنا القرص القمر اللي انتوا شايفينها دي ازاي، وبجد تفتح النفس كده وتشهي، وبدون عجن خالص. وعايزه اقول لكم السر كمان ده اساسي معانا في العجينه. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا القرص الطريه اللي ريحتها وطعمها احلى من بتاعه الافران. قسما بالله يشهد عليا ربنا في كل معلومه هتخرجي مستفاده النهارده بنسبه 100%، والطريقه هتعجبك جدا. وتعالوا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي معاكم بالله عليكم بستحلفكم بالله تحطوا لايكات وتدعموا الفيديو. تعالوا نشوف مقاديرنا عباره عن ايه. دقيق وميه وملح وسكر وخميره، ولو عندك لبن بودره حطي، ما عندكيش تعجني بميه عادي خالص مفيش مشكله. بصوا بقى، انا عندي نص كيلو من الدقيق، عندي 50 جرام من السكر، وال50 جرام من السكر دول بيبقوا زياده شويه على النص كيلو دقيق، علشان ما حدش يقول لي مش كتير ال50 جرام على النص كيلو دقيق. لا مش كتير، ده مظبوط قوي للقرص بتاعه الافران. خلاص، اول حاجه انا جبت الطبق اللي هعجن فيه وحطيت عليه 300 جرام من الميه و5 جرام من الخميره ورشه ملح، وحاطه معلقتين كبار من لبن البودره. لو عندك حطيه، مش عندك خلاص عادي مفيش مشكله، تكملي الوصفه بتاعتك عادي خالص. وعندي تلت كوبايه من الزيت على معلقه واحده بس من السمنه. خلاص، ودول النص كيلو دي يا بنات. خلطت كل المواد السائله مع الخميره والسكر واللبن البودره والزيت ومعلقه واحده بس من السمنه. خلاص ركزوا، ودوبتهم كلهم مع بعض لحد ما دوبت الخميره، وبعد كده ضفت الدقيق معايا. وبصوا مش هعجن بايدي ولا عجان ولا اي حاجه غير بالمعلقه الخشب اللي انتوا شايفينها دي. طيب ال 300 جرام من الميه يا شيماء مش كتير على نص كيلو دي؟ لا مش كتير يا بنات. وخدوا بالكم ان احنا حاطينا برضو المقدار قد ايه بتاع الزيت، حطينا في مقدار 40 جرام من الزيت على معلقه كبيره من السمنه في مقدار 25 جرام. يعني المقادير دي بصوا مظبوطه على الشعره. بصوا انا ما وقفتش معاكم، انا زي ما انتوا شايفين كده والله العظيم قدام منكم بعجنها بالمعلقه. العجينه بتاعتها شفتوا انتوا الكيك اللي هو بيبقى ماسك شويه قوي اللي هو يابس ده، العجينه بتاعته بتبقى كده. علشان تاخدي نتيجه كويسه لازم تخلي العجينه زايده شويه في الميه، يعني تزوديها. ممكن تحطي نص كيلو دقيق يبقى ربع كيلو ميه، وتزوديها 50 جرام كمان من الميه اللي هي ممكن تزوديها معلقه كبيره من الميه. والسر هنا يا بنات بجد هتدعولي عليها، لا حطيت فانيليا ولا حطيت اي حاجه. وعايزه اقول لكم ايدك نضيفه اهيت، ممكن تمسكي العجينه تلاقيها بتلزق بسيط بس مش اللي هي بتطبع في ايدك. انتوا فاهميني؟ بصوا انا بمسح المعلقه خالص اهو زي ما انتوا شايفين، اللي هي العجينه طريه جدا. بصوا بالمعلقه ولا حطينا ايدينا ولا اي حاجه. خلاص كده انا مش هحتاج معايا ميه خالص، بركنها معايا على جنب واغطيها واسيبها لحد ما تخمر زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. لا لميت بايدي حتى ولا اي حاجه، قدام منكم كده بالمعلقه. الطريقه سهله جدا، مش هتاخد منك 5 دقايق. اعمليها قومي نفذيها حالا للاولاد اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما نعمتش فيها ولا حاجه، العجينه خمرت معايا ما شاء الله. بصوا المقادير دي يا بنات مظبوطه على الشعره. هجيب بقى عندي هنا شويه سمسم وحبه سكر. حبه سكر يعني عن السمسم هاتي ب5 جنيه سمسم، وحبه سكر كده من البيت واعملوهم على بعض. وتعالوا هنا برضو كمان السر عندي هنا في معلقه ميه. بصوا احسن من بتاعه الافران والله يا بنات. لا هقول لكم بقى عسل اسود ولا عسل نحل ولا الكلام ده خالص، ولا هنقول لبن ولا بيض ولا الكلام ده. يشهد عليها ربنا هي معلقه واحده بس من الميه زي ما انتم شايفين كده. وهوريكم دلوقتي هنعمل بها ده هنكور العجينه بتاعتنا الكويرات صغيره. عايزه تعمليها كبيره زي ما عملنا كده، عايزه اقول لكم ان هي اكبر من بتاعه الافران اللي بتتباع بره. طبعا بتاعه الافران بره بتتباع القرصه ب3 جنيه، عندنا هنا بقى احنا عملناها كبيره زي ما انت شايفه كده، وتسوى القرصه 5 جنيه. يعني بتمن 3 قرصات او 4 هتعملي 22 قرصه، وهنعدهم مع بعض وهنشوف دلوقتي. بصوا بقى هنا لو لقيت العجينه بتلزق في ايدك، تلزيق اللي هو ما انتش عارفه تكوريها وتلزيق بسيط بيضايقك،
بصوا الطبق ده اللي كان مكانه الماده الدهنيه ما فيهوش خالص، انا بمسح ايدي حاجه بسيطه بس، وادهن ايدي بس كده علشان اعرف امسك كرة العجين واعرف اكورها. انتوا واخدين بالكم اهو، عشان التلزيقه البسيطه بس ايه ما تضايقكوش وانتوا بتكوروها. خلاص زي ما بعمل كده. ولازم العجينه يا بنات تكون طريه كده، ما ينفعش تكون يابسه زي ما قلت لكم. تزيد معاكم في معلقه ميه واحده بس، وبجد هتدعولي على القرص دي. عايزه اقول لكم هتطلعي من نص كيلو دقيق 22 قرصة. شوفي والقرصة كبيرة مش زي بره. عايزة اقول لكم ان هي والله العظيم اكبر من بتاعة بره، وكبيرة وطعمها وريحتها جميلة جدا جدا، واقتصادية جدا جدا. يعني نص كيلو دي بكام يا بنات؟ تعالوا بقى هنا الاول. بصوا انا العجينة كده كده ايه طرية معايا، فهتمسك في السكر والسمسم على طول، مش محتاجة اي حاجة علشان هي طرية وهتمسك بسرعة. عندي بقى الصاج مدهون مادة دهنية بسيطة خالص كده، واحط القرص بتاعتي. ليه انا بدهنه مادة دهنية؟ طبعا كده كده القرص بتبقى في قلبها مادة دهنية، بس انا علشان القرص انا سايباها طرية معايا، اللي هي فيها تلزيقة بسيطة جدا علشان ما تمسكش في قلب الصاج. طيب انت حابة تحطيها برضو في المية علشان تمسك القرص؟ بصوا زي ما هوريكم دلوقتي، انا هنا عملت اول واحده في الميه والتانيه ما عملتهاش زي ما انتم شايفين كده، علشان هي اصلا طريه فبتمسك بسرعه، وهتخلي القرص برضو يمسك معاكي. الناس اللي انا كنت عاملاها قبل كده بمعلقه عسل اسود ومعلقه ميه وحلاهم بيها، وبحطها كده في قلب الميه اللي هي ام عسل اسود، يا اما في الميه زي ما اوريكم كده، واقوم حاطه على وش السمسم والسكر، حاطه معلقتين 2 كبار من السكر على 3 معالق او 4 معالق كبار من السمسم، واحطه في طبق زي ما انتم شايفين كده، واحطه في قلب الصينيه. انا عملته يا بنات في صينيه واحده، بعد ما عملت هنا في الصينيه الصغيره دي كنت اعملهم في صينيتين 2، ولازم المفروض تكون توسعهم. لو هتعملي القرص بتاعه الافران دي هتعملها مشروع وتبيعيها، قسما بالله مكسب على الرف، بسم الله ما شاء الله، مكسب مضمون. وعايزه اقول لكم والله كانت احسن من بتاعه الافران كمان، وطعمها حلو قوي ومضمونه في البيت جدا. شوفي انت بقى بالنص كيلو دقيق بتجيبيه بكام؟ نص كيلو دقيق بتجيبيه ب 10 جنيه، ب 9 جنيه، وتجيبي لك ب 5 جنيه سمسم، وتجيبي كمان طبعا السكر في البيت، والزيت والسمنه عندك موجودين في البيت ما فيش غنى عنهم خالص. وتعملي بقى شويه القرص دول، كل قرصه بقى احسبيها كده، احنا عاملين قرصه كبيره مش صغيره. شفتوا ده الطبق اللي انا بقول لكم كنت يعني ايه بايدي، اللي انا بدهن بايدي كده، وزي ما هو تحس ان هو ما تمسحش خالص. انا بعد ما خلصت المفروض ان انا بعد ما كورت القرص بتاعتي بالشكل ده، المفروض ان انا كنت سبتها في صاجين 2 وتكون موسعه معايا. لازم لو انت هتعملي مشروع، حتى لو هتعملي لبيتك عشان تبقى شكل القرصه حلوه ومنظمه، تسيبي مسافه ما بين كل قرصه وقرصه عشان تشيلي الواحده بوحدتها، ما تبقاش عامله زي خليه النحل. واسيبها لحد ما تخمر. وقلت بقى على ما تخمر هنعمل الغدا بتاعنا. قلنا ايه؟ نجيب السمك دوت بتاع الشوي ونحطه في قلب الفرن ونرصته في قلب الصينيه كده اللي هو الصاج ده، وقلت اشويه على ما العجينه بتاعتي تخمر ونجهز الغدا. عايزه اقول لكم ان انا قلت على ما اجهز الغدا وكنا اتاخرنا شويه، العيال كانوا كلوا قرصه قسما بالله كانوا بيحسبوها جايه من بره، وكمنها كانت لسه سخنه وطريه وطعمها حلو، ما كانوش مصدقين. عايزه اقول لكم بقى ان لما بترصي السمك في قلب الصاج كده بيطلع حلو قوي ومش بيتحرق ولا بيعمل ريحه بقى في الشقه ولا في البيت ولا دخانه ولا الكلام ده. التتبيله بتاعتي عباره عن ايه؟ ليمون وتوم وطماطم وشطه وفلفل اخضر، وتحبشي التحبيشه كده. وتبصوا انا هنا المفروض كنت انا سبتها في صاجين 2 زي ما قلت لكم، واسيبها اوسع علشان ما تبقاش عامله زي خليه النحل يا بنات. ولو انت هتعملي مشروع ده لازم وتكوني متأكدة من اللي انت هتعمليه، لازم تسيبي مسافة ما بين كل قرصة وقرصة علشان لما تيجي تشيلي الواحدة بوحدتها. هحطها دلوقتي بقى معايا في قلب الفرن. وكمان كان مروان طلع لي كنافة وقال لي لازم تعمليها يا ماما. عايزه اقول لكم ان انا كنت في اليوم ده تعبت جدا، كنت بعمل بصور القرص وكنت بعمل كنافه وعملت الغدا كمان، وكنت مهلوكه جدا وما رضيتش ازعلهم وعملت الكنافه. وكان نفسي اصورها لكم واعملها بالكريمه علشان سالي حبيبتي طلبتها مني، بس والله العظيم ما كانش عندي لبن، وبعته فعلا يجيب لبن
قال لي مش موجود يا ماما، فعملتها لهم ساده كده، حطيت شويه سكر على حبه سمنه وغلفتهم ببعض كده وبصمتهم في قلب الصاج وسقيتها شويه شربات وكانت زي الفل. تعالوا بقى اوريكم القرص القمر اللي طلعت معايا من الفرن طريه جدا وهي لسه سخنه. وعايزه اقول لكم الريحه يا بنات بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بجد كانت فظيعه. والله يا بنات قسما بالله ويشهد عليا ربنا ان هي كانت احسن من بتاعه الافران بره. وحاجه بتعملها على ايدي كده حاجه تشهي. اللون بتاعها جميل قوي من القاع وطريه ومن الوش وكلها لون واحد وموحده زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوا طريه جدا وحلوه قوي. بصوا ولا حطينا فانيليا ولا بيض ولا عسل اسود ولا الكلام ده، واقتصادية 100% بجد والله يا بنات. عايزة اقول لكم ان الولاد كانوا اخدوا منهم على ما جهزت الغدا، كان بجد والله يا بنات بيحسبوا ان انا شاريها من بره. كان بيحسب اخوه اصلا شاريها، وبعدين قال له ده ماما قاعدة بتعمل في قرص. بجد كانت رهيبة ولونها يشهي وطرية طراوة يا بنات بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا بصوا الطراوة والريحة جميلة جدا جدا. مكسبها حلو قوي للناس اللي عايزة تفتح مشاريع في البيت، عايزة تعمل شغل الأفران في البيت ده حلو قوي. يعني عايزة أقولك 22 قرصة تمنهم 88 جنيه، على سعر القرصة 4 جنيه، علشان احنا عاملينها كبيرة، وبره طبعا القرصة ب3 جنيه لأنها صغيرة. بسم الله ما شاء الله. كده انتهى الفيديو النهاردة، وأشوف